سؤالي لو حد ساله لك هترد تقول له انت مالك؟ انت مالك؟ نعم يا حاج. انت مالك؟ انا لا مؤاخذه بص مراتك النهارده اقول له انت مالك. جه يحط ايده في جيبي كده اقول له انت مالك، انت مالك بجيبي انت. لو واحد جه حط ايده في جيبك هتقول له انت مالك؟ انت سيسي ولا اخواني؟ اسمها ايه؟ اسمها منى. ما لو مصر بيقول فيها ارهابيين بالنسبه له هقول له انت ده شيء ما يخصكش. يعني لاي اجنبي هيسالك اي اجنبي يسالني هقول له ما يخصكش. انت ده بتقابل اجانب اصلا؟ لما بقابلش ماشي مثلا ماشيه كده ايه رومانسيه براحتي كده، انت عليك. كنت مالك بس سيبني انجوي كده مع نفسي. جايب اللب بكام اقول له طب وانت مالك جايبه بكام؟ اللب تاخد كام مثلا في الشهر؟ حد قال لك شغال فين هتقول له انت مالك؟ ايوه لو بيدخل كده من باب من غير اي سبب. ما يعرفك من غير ما يعرفني. شغال فين اصلا؟ انا مدرب غطس في شرم الشيخ. انت جاي منين دلوقتي؟ اسم زوجتك لان ده شرف وارض كبير. انت عارف اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. اسمها ايه؟ في عائشه. انت اسمك ايه؟ هي كلمة انت مالك زي ما قال اسعد كده، هي كلمة محججة جدا طبعا، مش صعب ان الواحد يقولها لاي حد. انا ما بقولش انت مالك، بجاوب. جاوب. اه اسم اختك ايه؟ لا مش هجاوبك طبعا. انت دفعت الاجره في الاتوبيس؟ قول لي سؤال وانا اقول لك انت مالك. مثلا سؤال محرج. تعرف فيا؟ اه اكلت ولا ما اكلتش؟ اقول للشغل الحشري مين؟ اقول للشخص الحشري ما تبقاش حش عشان الناس ما تملش منك وتكرهها. الهدوم يا مداريه فليتوا البلد بصراحه. انت ما عندكش دم. كلح. اسم زوجتك ايه بقى؟ انت ايه حشرك يعني؟ يا حشري يا حشري يا قليل الادب. يا وسخ. اتثقف الاول واعرف نظام بلدك وبعدين ابقى اتحشر. يا حشري يا حشري. شكرا. خليها تاكلك. لا انت حشري على فكره وما ينفعش على فكره انا بص. داخل بين البصره وشريطها. ما ايه؟ ما ينوبك الا كده بقى. داخل بين البصره وقشرتها منوبك اللي بدمعتها. انت بارد. انا؟ لا ايه الشخص اللي يا ريت كل واحد يبقى في حاله كده، هتبقى الحياه بيس قوي قوي. تبقى الحاجه ايه يا حاج؟ تبقى الحياه ايه؟ بيس الله عليك ونايس. بيس يا حاج. اللي ملوش فيه ما يدخلش فيه. قول له انت سئيل. اللي يسال على ما يعنيه يسمع ما يرضي. انت دخل في ما يعني سمع ما لا يرضيه. ربنا يكفيني شرك. انا ممكن ما اقولوش انت مالك خالص، ممكن اسمع رايه للاخر وكده واشوف اذا كان باك على مصلحتي وكده. لو مش باك على مصلحتي لازم اكون قايله يعني. اكيد. دراستك ايه؟ نعم. تدرس ايه؟ لا انا خدت دبلوم صنايع وكده. انت راجل محترم أوي. كنت جاي اتكلم معاكم في خصوص مثلا الصعيد اللي هم مش عاملين اي حال. الصعيد مين اللي مش عاملين حاجه للسعيد؟ الحكومه. طب خد بالك عشان هم ممكن يكونوا يقبضوا عليك دلوقتي. عادي يا باشا انا عسكري. في تاني اسئله ممكن حد يعني قول لي سؤال واحد. قول لي الولد ده انت مالك؟ انت مالك؟ اشتمني. بيقول ايه؟ شتمني. بطبيعه شخصيه الانسان طبعا ان هو مطالب ان هو يرد ويوضح كل الامور المتعلقه سواء بحياته او بمؤسسات الدوله او قطاعات الدوله حتى من راس الدوله. سيما الاقليات المتنازعه في بعض المناطق. حضرتك بتطلع مع التلفزيون المصري صح؟ انا سام تايم طلعت. تقول ان انت بتصور قلت ماشي مفيش مشاكل. ما بيتذاعش على التلفزيون عادي القنوات العاديه يعني اللي هي بتاعت الدش. لا يا حاج احنا بنذوع على النت. مش مشكله. متعاقد مع قنوات ولا حاجه؟ لا مش اسمك ايه بقى؟ اخوك خطر. ايه؟ الخطر يعني انت خطر في ايه بالظبط؟ في كل حاجه. قول لي حاجه واحده بس انت خطر فيها. كل حاجه فيها. اي حاجه واحده بس انت خطر فيها. اسال سؤالك. عشان تطلع في اللبايه، تطلع في الكاميرا. اللبايه الهم كله اللبايه. الله يخليك يا باشا. برافو عليك يا علي. مبروك يا علي. الله يبارك فيك. كسبت معانا. كسبت ايه؟ شويه لب من الراجل اللي اداهم لي من قبليك.